في قمة الأعلام العربي نتجول في بين هذه المنصات الإعلامية، ولفت انتباهنا صوت يدغدغ الأحاسيس ويلعب على أوتار الوجدان. هذا العزف الرائع الذي ينتمي إلى الفن الكلاسيكي الجميل الذي نشتاق لسماع مثل هذه الألحان العذبة. أستاذ الفاضل، لو تعرف الناس على يعني كيف ابتديت المشوار الفني وشو سر هذه الموهبة الجميلة الرائعة ما شاء الله؟ شيء معكم ناصر يوسف أمير، إماراتي، عازف آلة الناي. بديت في عزف آلة الناي في سنة 2020، درستها في مصر في أكاديمية الفنون الموسيقية في مصر. أخذتها كدراسة ما أخذتها كموهبة. سر اختياري لآلة الناي لأن قصة آلة الناي فيها غموض وايد كبير، لأنها أول آلة موسيقية في الكون بعد آلة الإيقاع، عمرها أكثر من 5000 سنة. والدليل على هذا أنهم لقوا نايات في قبور الفراعنة في مصر. والناي الآلة الموسيقية الوحيدة في العالم اللي الإنسان ما تدخل فيها، هي من خلق رب العالمين، هي قصب سكر والإنسان ما ضاف لها أي شيء. الأسباب اللي خلتني ألجأ. تمام. نحن اليوم بقمة الإعلام العربي، ومثل يعني فنانين وموهوبين بيكونوا بحاجة إلى تأطير إعلامي لحتى يسلطوا الضوء على الموهبة الإعلامية. فبرأيك مثل هذه القمم الإعلامية شو الدور تبعها لحتى تخليك يعني مشهور بالسوشيال ميديا، معروف أكثر بالأوساط الإعلامية، عندك صدى كبير يعني وتوصل الرسالة الفنية تبعك؟ أنا كل حد عنده رسالة، وأنا كعازف عندي رسالة، والإعلامي عنده رسالة، والمشهور كل حد عنده رسالة. والإعلام هذا المكان اللي احنا نوصل رسالتنا منه. فأنا عشان أوصل رسالتي للناس بحتاج الإعلام. الإعلام هو اللي بيطلع لي للناس، وأنا بوصلهم الرسالة الموسيقية اللي عندي أو أي شيء كان ثاني. آخر سؤال، عشان عندك يعني مصافحات فنية قادمة مع الجمهور العريض، يعني لفت انتباهي إنه في العزف تبعك في إحساس عالي، وكل إنسان يعني فنان بطبعه، بس في يعني شيء من داخل يعني يكون منبع الإحساس. من وين يعني تستمد هذه الشحنة من الأحاسيس والعواطف؟ والله يمكن آلة الناي لأنها آلة شوي مختلفة، يمكن أنا شوي وايد عنصري في آلة الناي، لأن آلة الناي أنا ما أعزف فيها بيدي أو كبيانو أو وتر، هذه أنا أنفخ فيها من داخلي من نفسي بالروح. معك ألف شكر. ودائما دبي تحتضن مثل هذه المواهب الرائعة، إن كان في المجال الإعلامي أو المجال الفني. دمت فخرا لدبي وللوطن العربي. مثل هذه المواهب تستحق أن نسلط عليها الضوء حتى تشرع أكثر على الوسط الإعلامي والعربي في الفنون عامة. شكرا لمتابعتكم، كان معكم كريم من تونس. شكرا.